السؤال: اعتراف المرأة بالحب هل هو عيب؟ هذا الموجه لك. هو شيء مو عيب لأنه هاي مشاعر مو بالإيد، بس بحكم مجتمعنا أكيد عيب يعني شوفوها واقفة وصعبة. شلون يعني واقفة وصعبة؟ إيه يعني إنه تجي بنية تعترف الولد وتبادله مشاعرها حيقول لا وصعب. هي صعب إيه بمجتمعنا بس هي مو صعب، مشاعر مو بالإيد. اعترفتي الخطيبش بالحب قدام ناس قلتي له أنا أحبك؟ لا هو اعترف لي. والله بالنسبه لهذا الموضوع انه بالمجتمع اللي عايشين به احنا مجتمع اسلامي يعني سيطر عليه الاسلام بصوره كلش كبيره، فما يختلف عن المجتمعات الغربيه. بالنسبه للمجتمعات الغربيه لما تيجي تعترف بهيك موضوع يعني يتقبل يعني المقابلك راح يتقبل الموضوع هاي وحده، والثاني المجتمع يعني يشوفه شيء طبيعي. بس بالنسبه احنا الوقت اللي قاعدين نعيش به مجتمعنا لا، يشوفوه شيء كلش عيب وزحمه وشيء صعب انه راح يكون البنيه تجي تحكي وياه وتعترف له. خطيبتك اعترفت لك بالحب قدام الناس؟ اعترفت لها. اعترفت لها؟ ايه. لو هي معترفة لك شنو ردة فعلك راح تكون؟ والله ما اعرف، اكيد صدمه يعني اصلا هي وياي بالجامعه تزعل؟ راح تكون ردة فعلك لها يعني؟ مو مساله الزعل، بس هي صدمه انه انسانه تجي تعترف لك بحبها وانت جزء تبادلها نفس الشعور، جزء انت ما تبادلها نفس الشعور، فما تعرف شنو رده فعلك راح تصير، وهذا الشيء يختلف ما اعرفه. اعتراف المرأة بالحب هل هو عيب؟ لا، احنا كمجتمع شرقي فيعني نشوفها انه واقفه مثلا هاي الاشياء، يعني مرات انه مثلا البنيه تجي تعترف، انما الولد يعني مثلا مقبوله او شايفيها قدامنا صايره وهاي، بس انما البنيه تجي مثلا تحكي وياك لو شيء، يعني بعد احنا ما مطورين هذا المستوى. صدفتك انه تجيك ابنيه وتقول لك اني احبك وصار قدام اصدقائك؟ صادفك هيك موضوع؟ لا ما صادف. ابد؟ ابد. رايك انه مجتمعنا ما يتقبل هذا الشيء لو هو عيب اصلا؟ انا اقول لك هو مجتمع شرقي، فمجتمع محافظ، تعرف مجتمع عشاير والناس يعني تعرف ناس، فتحسها انه ضعف عندها، انه مثلا اذا اجت وصارحت الشخص المقابل انه يصير ضعف بداخلها، انه طت لزمه على نفسه وصار ضعف بداخله، تحب انه الشخص هو يجي عليها ويقول لها يعني انا احبك. ايه يقول لها انا احبك. شكرا جزيلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. المرأة بالحب هل هو عيب؟ بعد ما اخذنا الاراء البعض عندهم قالوا احنا كمجتمع شرقي ما يتقبل هذا الشيء، والبعض عندهم قالوا احنا نعرف انه الولد يعترف هو للبنيه بالحب وليس البنيه تعترف للولد. لا هو مو عيب، كل بنت وعاداتها وتقاليدها، وكل بنت عندها احتمال، يعني كل بنت تتمنى ان تحب وتعلق بشخص، ماكو بنت ما تحب وماكو شخص ما يحب، بس تبقى كل وحده عادات اهلها وتقاليدهم، كل بنت ترجع على تقاليدها وعاداتها وعشائريا طبعا كل بنيه ترجع لعشيرتها، انه هل تقدر تعترف ولا ما تعترف ما تعترف، وهذا مو عيب.